السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة لأبرز أخبار كرة القدم العالمية، وهذه أهم العناوين. نادي الهلال السعودي يخطط لضم نيمار جونيور بعد فشل صفقة ليونيل ميسي. زين الدين زيدان بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان لمواصلة المشوار التدريبي. لماذا يصر الاتحاد البرازيلي على التعاقد مع كارلو أنشيلوتي؟ نادي برشلونة يتوصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب الألماني غوندوغان. ريال مدريد يخطط لخطف ألفونسو ديفيز من البايرن، فابقوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل، لكن قبل البداية لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو. كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أن مسؤولو نادي الهلال السعودي يخططون لضم نيمار جونيور النجم البرازيلي في الصيف المقبل بعد فشل مساعيهم للحصول على توقيع بطل العالم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. ويسعى مجلس إدارة نادي الهلال لتعزيز النادي بلاعبين كبار ومميزين. ووفقا لصحيفة أوديا البرازيلية، فإن مجلس إدارة نادي الهلال وضع نجم نادي باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي ضمن خططه خلال الصيف المقبل، حيث أن نيمار سيكون الخطة البديلة للنادي السعودي في حال لم يتوصل لاتفاق مع زميله في نادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، الذي لم يقتنع بعد بالعرض السعودي ويرغب في مواصلة المشوار في القارة العجوز مع نادي باريس سان جيرمان أو العودة إلى نادي برشلونة. ولا يزال مستقبل نيمار مهددا مع باريس سان جيرمان، حيث أن النادي الفرنسي يريد التخلص منه على الرغم من استمرار عقده حتى سنة 2025. لكن عدة تقارير صحفية فرنسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن نيمار يرغب في الاستمرار مع باريس سان جيرمان، لكنه لا يمانع الاستماع إلى العروض المقدمة، كما أن النادي الباريزي منفتح على فكرة رحيله بسبب عدم تقديمه الإضافة المطلوبة وكثرة تعرضه للإصابة. بعد تحطيم حلم تدريب المنتخب الفرنسي عقب تجديد عقد ديشان، عاد زين الدين زيدان للتفكير في مستقبله التدريبي من جديد، وارتبط بشدة بالعودة لولاية ثالثة مع ريال مدريد، النادي الوحيد الذي قاده فنيا وحقق معه العديد من الإنجازات الرائعة. وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن زين الدين زيدان يتواجد على طاولة ريال مدريد لخلافة كارلو أنشيلوتي بنهاية الموسم الجاري، حيث أن المدرب الإيطالي يعاني من تراجع أداء فريقه، كما أنه يمتلك عرضا من الاتحاد البرازيلي لتدريب منتخب السيليساو. وبحسب تقارير فرنسية، فإن نادي باريس سان جيرمان أيضا يطمح لإقناع زين الدين زيدان بتولي تدريب نادي العاصمة الفرنسية، خاصة أن هذا قد يجعل بقاء كيليان مبابي نجم الفريق الأول أمرا واردا وبشدة. وبالرغم من ذلك، يتواجد أيضا أنطونيو كونتي المرشح المحتمل لقيادة أبطال الدوري الفرنسي بعد إقالته من تدريب نادي توتنهام. نادي ريال مدريد يريد تجنب الارتجال وضمان استبدال ناجح لأنشيلوتي، حيث أنه وضع قائمة مختصرة للمدربين المحتملين تضم كل من مارسيلو بوتشيتينو وتشافي ألونزو وراؤول وناغليسمان، بالإضافة إلى زين الدين زيدان. كشف تقرير صحفي إسباني عن أسباب وقوع اختيار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد لتولي قيادة السيليساو خلال المرحلة المقبلة. وبحسب شبكة ريليفو الإسبانية، فإن الأسباب التي دفعت الاتحاد البرازيلي للتفكير في التعاقد مع أنشيلوتي هي علاقته المميزة باللاعبين البرازيليين، حيث سبق له أن درب العديد منهم خلال مسيرته، مثل تياغو سيلفا ومارسيلو وكاسيميرو وفينيسيوس ورودريغو وريتشارلسون. وأضافت الصحيفة أن الثنائي كاكا ورونالدو نازاريو الذين سبق وأن دربهما أنشيلوتي في نادي AC ميلان الإيطالي ساهم في التقارب بينه وبين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. ويعتقد رونالدو وكاكا أن أنشيلوتي هو الرجل المناسب لقيادة مشروع البرازيل نحو لقب كأس العالم 2026
وأكدت الصحيفة أن أنشيلوتي ينوي الالتزام بعقده مع ريال مدريد حتى صيف 2024، لكن يبدو أن إدارة الريال تخطط لجلب مدرب جديد وترك الفرصة لأنشيلوتي للمغادرة، وإذا غادر فسيكون متحمسا لتولي تدريب المنتخب البرازيلي. أكد تقرير صحفي إسباني أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مبدئي مع الألماني إلكاي غوندوغان نجم نادي مانشستر سيتي على الانضمام للنادي الكتالوني الموسم المقبل، حيث ينتهي تعاقد غوندوغان مع السيتي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد. كما أن اللاعب يسعى نفسه لخوض تجربة جديدة خارج البريمير ليج. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن غوندوغان متحمس للانتقال إلى برشلونة واللعب تحت قيادة تشافي. كما أشارت ذات التقارير إلى أن مسؤولو نادي برشلونة التقوا بوكيل أعمال غوندوغان للاتفاق على شروط انتقاله إلى النادي الكتالوني. وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن صفقة غوندوغان ستكون مميزة لبرشلونة لأسباب مختلفة، أولها فرصة مجانية في سوق الانتقالات، وسيصل غوندوغان إلى الكامب نو دون تكلفة، وهو أمر إيجابي بالنسبة لبرشلونة الذي يعاني من أزمة مالية. وأضافت أن غوندوغان يحظى بتقدير كبير من جانب المدرب تشافي هرنانديز لتعدد استخداماته وقدرته على خلق التوازن والتمرير في المساحات الضيقة والغير متوقعة. كما أن غوندوغان يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية، ما سيستغله نادي برشلونة لصالحه. أكد تقرير صحفي إسباني أن ريال مدريد يستهدف هذه المرة الكندي ألفونسو ديفيز نجم الجبهة اليسرى في البايرن ميونخ. وأضافت أن اسم ديفيز ارتبط بريال مدريد في الصيف الماضي، لكن التركيز الأكبر وقتها كان على ضم كيليان مبابي. وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد لم يفقد الاهتمام بألفونسو ديفيز ويسعى لجلبه إلى سانتياغو برنابيو، لكن في صيف 2024 وليس الصيف المقبل. وأوضحت أن عقد ألفونسو ديفيز ينتهي مع البايرن ميونخ في صيف 2025، وفي حال عدم تجديده مع البايرن سيكون صيف 2024 هي الفرصة الأنسب للفريق البافاري من أجل بيعه وتحقيق استفادة مالية كبيرة من ورائه. ويعاني نادي ريال مدريد في الجهة اليسرى في ظل توالي إصابة الفرنسي فيرلاند ميندي. نشكركم على المشاهدة، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو.